السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل أحبابي اللي مشرفيني في القناة. النهاردة هنعمل مع بعض السمك السنجاري بطريقة حلوة قوي قوي قوي. سمك دايب معاكي، طعمه حكاية. يعني بصي، مش عارفة اوصفه ازاي الصراحة، بس خلينا نشارك مع بعض الطريقة كده ونشوف احنا عملناه ازاي. بصي شكل السمك عامل ازاي. يلا نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هعملها معايا هي التتبيلة بتاعت السمك. في الكبة بتاعتي هنزل بطماطمايه متقطعة شرايح، وبصلايه صغيرة قوي قوي، واربع فصوص توم، وقرن فلفل بارد مع نص قرن حامي، تمام، وعودين من البقدونس. البهارات بتاعتي بقى كمون، كزبرة ناشفة، كاري، ملح، وشطة ناشفة. من كل حاجة معلقة صغيرة كده، تمام. هنضربهم ضربة كويسة قوي مع بعض في الخلاط. هنحط عليهم في الكبة قصدي، هحط عليهم نص الكوباية دي بقى زيت. يعني معلقتين كبار زيت على معلقتين كبار من عصير الليمون على معلقتين خل، وهنحط كل ده في الكبه ونضربه كويس قوي. هنا بقى احنا هنعمل قوارب صغيره كده عشان نحط عليها السمك وهنقدمه بيها. يعني ممكن ما تقدموش في اطباق خالص. هنجيب الورق الفويل وهقطعها كده بالطول واتنيها على بعضها وهكشكشها زي ما انتم شايفين كده، واعملها على قد السمكه، قارب كده على قد السمكه. انا معايا هنا سمك بوري. انا بشوف ان البوري ده افضل سمك يتعمل سنجاري الصراحه، بيبقى دايب واللحمه بتاعته دايبه. السنجاري ما بيحبش السمك الناشف، تمام. غسلته كويس قوي قوي، وبفتح السمكه من الظهر مش من البطن. من الظهر بنفتح السمكه، بنقطع الدماغ وننضفها وبسكينه ونقطعها من الظهر. وغسلته بليمون وبملح وكل حاجه وكويس قوي ونشفته وكله تمام. نفس الخضار اللي انا عملت منه التتبيله، اللي هو بصل وطماطم وفلفل، وعملتهم بشويه ملح، هنزل بيهم في القعر بتاع على القوارب دي. هنا دهنة زيت وانزل بالخضار احط الخضار تحت السمك عليها، بيبقى طعمه حلو قوي ومبيخليش السمك يلزق، وبيدي السمك طعم حكايه. اهو زي ما قلت لك كده، انت بتفتحيها من الظهر بالسكينه كده وتطلع معاكي بالشكل اللي زي اللي انت شايفاه ده كده. هحط بقى كل سمكايه على قارب لوحدها، وبالسكينه كده ببوز السكينه، وهعمل خروم كده خفيفه كده عشان التتبيله تدخل في السمك من جوه، تدخل في الانسجه بتاعته ويشرب من التتبيله كلها بفرشه كده او بايدك او باي حاجه. وانزلي بقى بالتتبيله بتاعتنا اللي احنا عملناها دي. عايزه اقولك ريحتها ما شاء الله، الله اكبر، تحفه تحفه، وكانت مخليه طعم السمك تحفه. اعملي حطي على كل حته في السمك، شربيه كله من التتبيله كويس قوي قوي قوي، تمام. زي ما انت شايفه كده، انا شربت كل حته في السمك ودخلت في كل حته فيه. هنا انا مشغله الفرن بتاعي يسخن على درجه حراره وسط، بس يسخن. اول ما بدخل السمك بهدي النار خالص من تحت، ومش بولع الشوايه في البدايه. هنحط شرايح ليمون من فوق كده، وهدخله بقى على فرن هادي جدا جدا، ياخد معاكي ساعه، ساعه ونص. بصي المهم انك تهديه. اول ما تحسي ان هو دخل في السوا، ولعي الشوايه من فوق على هادي واديله وش وطلعيه. عايزه اقولك ان السمك ده قسما بالله احلى سمك ممكن تاكليه سنجاري. البوري ده احلى سمك ممكن تاكليه سنجاري. جربيه بالطريقه دي ومع شويه رز ابيض كده. بصي اللحمه بتاعت السمك دايبه دايبه، ومش مش لازق على فكره، مش لازق في القالب اهو، شفتي؟ عشان دهنه الزيت اللي احنا دهناه والخضار اللي كمان اللي حاطينه تحتها ممكن يتاكل بالطريقه دي كده. وقولي لي ايه رايكم. عايزه اقولك انك هتاكلي سمك احلى من بتاع المطاعم مليون مره. جربيها وقولي لي. اوعدك انك هتاكلي سمك ما اكلتوش قبل كده بالجمال وبالحلاوه دي، والتتبيله تحفه. في ناس ما بتحبش البصل، ولكن جربوها بصلايه بس صغيره. جربوا الطريقه بس كده وقولوا لي.